ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في برنامجكم المفضل. يلا نهبد. معاكم عادل. وخالد. عشان انا بحس اصلا الناس مش عارفه اسامينا، صح؟ والله فعلا اه ما اظن كده برضه. يعني هو بس اصحابنا اللي عارفيننا وكده، بس في ناس بتقعد اللي على اليمين واللي على الشمال. هو والله بجد ساعات اللي على والله في اليمين ولا ناس على الشمال؟ اه محدش يعرف اسامي. اه يا نهار ابيض. فبس رجعنا لكم بعد اسبوع كريسماس قوي. كانت ماتشات، احنا حاولنا نعمل ستريم كده بس تقريبا محدش شاف الفيديو اللي نزلناه. يا جماعه تابعونا على انستجرام وفيسبوك كده، بننزل حاجات هناك، فعشان الناس بتاعت اليوتيوب اعتقد بتلاقيهم على اليوتيوب بس. بنرغي هناك شويه كده وبتاع. فاحنا عملنا ستريم كده صغير، كان كوتي هو اللي بص، جه قعد هو معانا. كابتن كوتي هو اللي كان اه مونسنا بس الصراحه. جالنا جه اتنين في الاخر، اه جه جه محمود كاتونجا. وكاتونجا اه جم ونسونا، ونورونا في الستريم. stop. فتعالى نبتدي كده بماتشات الكريسماس عامة كده سريعا. احنا اتفرجنا، انا ماتش السيكسرز والنكس اتفرجت عليه، كان ماتش حلو الصراحة. يعني شفنا هاردن يعني جاب ام في بي فورم كده في الماتش ده. جاب تقريبا 13 اسيست وحاجه و30 بوينت، تقريبا 31 بوينت فعمل ماتش حلو قوي، وكان فيه كلاتش ثريز، ونيانج عمل ماتش رهيب يعني في الكورتر الرابع، جاب 3 ثريز مهمين. و... وشيك ميلتون جاب كرة انت شفتها من هاف كورت من دي. نص الملعب. اه وبرده كان ميلت انثوني ميلتون اللي هو كان في الممفيس السنه اللي فاتت، برضه عمل ماتش حلو قوي، جاب 5 ثريز تقريبا، كان 5 من 5 يعني. هو كان ماتش حلو يعني. وامبيد يعني العادي امبيد. امبيد ده الطبيعي بتاعه يعني. بس الناحيه مم. التانية النكس جيلين برونسون، يعني انا بجد ان جيلين برونسون مش في المافز دي. مم. يعني احنا جاي هنيجي للوكا، يعني لوكا الحاجات الغريبه بعدين اللي بعدين بيعملها. بعدين. بس ان جيلين برونسون يعني لو كان مع المافز بجد كان خسروا هيبقى كتير فارق قوي. قوي. كان هيبقى فارق خسروا قوي. كتير يعني وبرضه هو يعني هو برضه عشان قبل كده كان معاه لوكا، فاكيد هو الدنيا فضيت ليه اكتر. بس هو وجوليس راندل الاتنين كانوا عاملين ماتش حلو عاملين قوي. ماتش جامد قوي. فانا صراحه كان الماتش عجبني، يعني الرابع فتح شويه من النكس، بس لا كان ماتش حلو. الماتش اللي بعده ده اللي اتفرجنا عليه مع بعض. ده بداية مسيرتنا في اه لعب الكريسماس. فكان ليكرز ومافز يعني. احنا ماتش وحش قوي دول. اه والله ماتش مش وحش ماتش قوي. كريسمس، يعني فرقة اه 13 بتلعب ال بالظبط. 11 يعني. يعني ماتش وحش 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 بجد يعني. مم. يعني احنا كنا قاعدين، احنا قفلنا وقعدنا نلعب 2K احنا ساعتها. شفنا التاني لحد التاني، بعد كده قلنا ايه القرف اللي نتفرج عليه ده، وما كملناش. والله. ف يعني واحنا كنا بنلعب اصلا 2K، كان في والله كان كوتي في معانا في متعة السيم اكتر. كان والله والله كان كان في متعة اكتر. فلا لا كان لا ماتش كان ماتش وحش وحش يعني، قوي. لا يرتقي لا يرتقي للكريسماس. للكريسماس خالص اه خالص يعني. ولا يرتقي ماتش في الام بي اي اصلا. انا بس شفت الليكرز اتبهدلت هي في السكند هاف. اه الحمد وصل لله. الفرق ل 30 تقريبا. كان الحمد كوتي لله. مراسلنا في امم الحلقه دي. وبس، والتالت ماتش اللي كان حلو كان سيلتكس وبوكس. السلتكس وبوكس ده كان حلو قوي. كان ماتش قريب، فتح في الرابع شويه، تيتم امم حط اعتقد 41، فهو فتح في الرابع يعني. لكن غير كده كان ماتش كلوز، غير وهو كده كان الباكس يانس ناقصين ميدلتون. هو اه كان يانس كان دوميننت قوي في لا الفيرست يا عم هاف. ده مسكوه، يا عم ما مسكوه في التاني السكند هاف والتالت بقى السكند هاف، ما السكند هاف ده كان قصة تانية. بس اه الفيرست هاف بجد لا كان مرعب. وكان عمال يشوط وبتاع مش عارف اه احنا حتى احنا كنا قاعدين كنا مستغربين ليه اه الدنيا سريعة قوي اه وبيخش ويشوط ويعمل لا مش بس عارف احنا ايه. اول ما قلنا كده هديوا. اه. ماتوا. بس ده اللي كان ماتش حلو فعلا. واعتقد بقى بعد كده احنا، يعني انا كنت نمت الصراحه، بس كان ماتش فينيكس ودنفر ده كان الاخير، كان دنفر وفينيكس صح. كان لا كان في كان ممفيس ممفيس والوريورز. ووريرز، وبعد اه كده دنفر بعدين وفينيكس. دنفر اه فماتش ممفيس والوريرز كان اعتقد كان وان سايد صح. انا مش فاكر، كنت نمت وما ركزتش. كان لا ده صح، ده الوريورز كسبوا. حتى قعدوا وجوردن يتريقوا بول. على ديلان بروكس ايوه وبتاع، ايوه. ايوه كلاي قعد يتريق على ديلان بروكس، وقعد برضه يخمس في ايوه وشه. وقعد يقول له انتوا مش داينستي غير لما اه تكسبوا مش عارف ايه. فجو كاتيان ده بتاعهم. جو تعبان قوي. هم بقوا اي حد فاهم يكلمهم كده. خد. آه. اسكت ياض. واخر ماتش كان مفاجأة، كان فينيكس ودنفر، وكان اعتقد من غير فينيكس، من غير نجومها كلهم وكسبوا يعني. ف بس وكنا بس شفنا الدنك ايرين بتاع جوردن. ارين جوردن. يا ايه ده؟ لهوي. لا ايه انا ده؟ اللي عاجبني مش بس الدنك. كفايه ان هو يعني حطه في وقت صعب قوي. يعني وقت بجد مم. كريتيكال جدا، الثواني الاخيره خلاص. وده طالع يحط دنك دنك في يعني. الشاشة كلها. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض بجد بجد اه دنك مرعب. اه والذ حاجه يوكيتش بعدها بعد ما خلصوا قال لك ايه؟ I was open. آه. I was open. يا ابني حرام عليك يا ابني. لا ده
ده دنك اوف ذا سيزون الصراحه. لا كان كان خطير بجد. لا ويعني كان في اصلا كان في الكومنتيتور اللي في الماتش كان بيقول لك ان ده زي دانكس بتاعت جوردن ومش عارف ايه، يعني يتحط اول تايم فعلا دانك فعلا. لا هو دنك حلو قوي قوي. فبس هو اصلا كانوا وقفوها حسبوها تشارج في الاول ورجعوا بصوا عليها لغوا التشارج وبتاع، فقتلوا الفرحه بتاعت قتلوا الفرحه. الدنك. بس هو كده كده كان في جو اصلا لوحده يعني. آه. هو حتى اول لما وقع فضل ماسك رجليه كده، ولا هو ايه حسبوها ايه حسبوها ايه. لا بس هي كانت حلوه بصراحه. لا كان ده حلو قوي. وبعدين كان في معلومه في الماتش كده قالوها، كنت بتفرج على الريبلاي يعني بتاعه، كان بيقول لك ان ارين جوردن ان يوكيتش يعني الفرقه بتبقى اصحابه قوي بتاع، وهو بيعمل لهم اسيستات كده فبيحبوه. بيقول لك ارين جوردن كان راح له يتفرج على ماتش لصربيا، واحنا كنا شفناه في الصيف. كان راح يتفرج على ماتش اليوكيتش مع صربيا وبتاع سلام. اخويه اخويه اقسم بالله. بس فده كانت ماتشات كريسمس يعني، كانت قشطه هي لطيفه يعني. مش احلى كريسمس اه يعني، مش احلى كريسمس. مم. انا بصراحه بالنسبه لي مثلا كريسمس 2016 ده كان احلى كريسمس. بص كريسمس ايام اديداس الصراحه لما كانوا بيعملوا الجيرزيز اللي هي لون واحد دي، كانت بجد حلوه حاجه قوي. تانية خالص بجد هو والله. كان ليها جو كده. برغم ان يعني الجيرزي بلين بس كانت عامله جو. عامله جو بالظبط. هي كان يعني كافز ووريرز تفتكر الازرق الفاقع مع بالظبط اللون زي اللي انت لابسه ايوه اللي هو النيفي ده. يا لهوي يا لهوي بجد. لا والليكرز كانوا على طول بيلبسوا الابيض، وتلاقي كانوا بيلعبوا مين تقريبا، كان بيلعبوا السلتكس ساعات بيلعبوا وفي سنه لعبوا البولز لما كان ديريك روز لسه موجود. لا يعني كان والبولز كان اللوجو الفضي ده الكبير. ايوه كان في كده جو اللي هو ايه الله. لا زي كان حتى الجزم بتاعت اللعيبه كان وقت الكريسماس. ديريك روز لحد دلوقتي عنده جزمه دي روز 6 كريسماس اديشن بجد. دي احلى جزمه. لا والكوبيز والليبرون كان على طول الواحد بيستنى. الواحد كان بيستنى على طول يشوف جزم كريسماس عامله ازاي. وايام ميامي لما كان ليبرون مع دي ويد. لا بس هما في جزمه بمناسبه الجزم جامورانت عملوا له جزمه. بس انا اللون اللي لبسه في الكريسماس كان حلو. البيربل كان حلو. لكن الاولاني اللي نزل بيه كان وحش قوي. شكلها بيسك قوي وشكلها يعني حاجه ما تلاقيش بجامورانت خالص يعني خالص بجد. فتعالى كده نخش على الاسئله. كان في سؤال من الاسبوع اللي فات. كان انس الجباري بيقول شاي الكسندر انا بحسه اندريتد جدا، محدش بيتكلم عليه، هل ده سبب مستوى الثاندر ولا ايه؟ احنا اخر الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عليه. فلا اس جي اي احسن جارد في الويست، احسن جارد في الام بي السنه دي. يعني احسن شوتنج جارد يعني، احسن شوتنج جارد السنه دي. فلا مقدم مستويات. بس هو طبعا ان الثاندر فرقه برضو ماركت صغير وفرقه بتخسر، فيعني فطبيعي ما بيبقاش عليه سبوت لايت كبير. بس هو جيم وينرز كتير اللي بيعملها بتخلي غصب عن اي حد ان هو بيتحط في الهايلايتس. غير الجيم وينرز هو ارقامه اصلا لوحدها تتكلم يعني. فلا بكاتيفيتي بعد شجرتين كريسماس. بكاتيفيتي هو كابتن بيبو. كابتن بيبو. ومجيد حلقة روعة وأتمنى تحسين جودة الصوت. بنعتذر جودة الصوت الأسبوع اللي فات كنا بنصور أونلاين معلش فكان مفيش مايكس وكده، فالأسبوع ده إن شاء الله هتبقى أحسن هتبقى كويسة إن شاء الله. فؤاد عصام ستريم كان فين ومين أحسن بالنسبة لكم، كوبي براينت ولا جيمس؟ سؤال صعب. الستريم اتكلمنا عليه في الأول، أنت كوبي ولا ليبرون؟ طب قول لي أنت بس عشان أنا بص صراحة يعني لو بنتكلم أنا يعني لو انا عايز اعمل مثلا فريق او حاجه انا اخد ليبرون يعني تيم بلاير يعني بيحسن الناس حواليه يعني فيه مميزات كتير يعني بس انا بحب انا بحب مين كوبي اكتر يعني علشان انا كبرت عليه. ما هي دي بس برضه كبرت على ليبرون برضه يعني ما ليبرون بدايه الام بي كان ليبرون في يعني عند في رابع سنه مثلا ولا حاجه، ابتديت اتفرج 2006 تقريبا 2005، فكان تاني تالت سنه الام بي ليبرون كان جامد قوي برضه. انا وقتها كان ليبرون ولا كوبي كان مفيش حد تاني. كانت دايما ما بينهم هما الاثنين. بس يعني ليبرون كارقام وكده هو كارقام مع كده هتبص على ليبرون ما هو كارقام احسن يمكن كمان احسن من مايكل جوردن في لا هو ليبرون اصلا خلاص هيوصل اول تايم ليدنج سكورر اصلا بالظبط يعني احنا كمان بنتكلم يعني اول السنه الجايه لا شهر 2 مثلا احتمال يكون النمبر 1 سكورينج بلاير وفي الاسيست في التوب وفي الاسيست توب وفي الستيلز وكله هو في كل حاجه كارقام. بس انا لا بالنسبه لي كوبي براين برضه
بصراحه يعني. انا بقول لك انا على المستوى الشخصي بحب كوبي يعني بقى. انا على المستوى الشخصي ومستوى الباسكت وكل حاجه انا بالنسبه لي كوبي. بس ليبرون برضه كان في لا ليه هو حاجات كتير اللي هو في ايه ده. لا هو في التشيز حاجات داونز في بتاعته حاجات بتاعت زمان. تشيز داونز ماشي وكل حاجه، ما هو كل واحد وليه حاجه يعني اه. بتميزه. يعني مثلا في الكلتش بلايز مثلا كوبي براينت ما تلاقيش احسن منه. مم. بس ليبرون تشيز داون لوكس دونكس كل حاجه. مم. فلا بس انا بالنسبه لي كوبي براينت طبعا. احمد علي كل مره على فكره الناس كلها اللي احنا بنقول كونساتهم كل حلقه بيبقوا موجودين، فحابب نشكركم قوي يعني. فاحمد علي حلقه جامده كالعاده رغم جوده الصوت، فبنعتذر تاني، هو كله في الكونس كده معلش احنا اسفين والله. بس ده انا عارف الناس بتحبنا فعشان كده عايزين عشان بجد. كده كده. ايه اكتر مصادر موثوقة عن الاخبار وكده، سواء بيجات فيس او تويتر او ابلكيشنز غير سوفا سكور اللي هو بتاع النتائج اصلا، والاول ستار سيلكشن بتاعه كايري ميتشل دورانت يانس تيتم ستيف لوكا ليبرون زاين يوكيتش. خمسة طيب. من هنا وخمسة من هنا. اول جزء هو تويتر ادريان واجنوفسكي، هو ده مفيش هو وشمس هو كرانيا. شمس. دولت الاثنين على تويتر، يعني هم على مم. تويتر هتلاقيهم بيوصلوا انستجرام كده، بس تويتر انا عامل نوتيفيكيشن بيطلع على طول اي حاجه. دول اول ما اه يبتدوا يتكلموا لازم تسمع. بس فهم دولت الموثوقين، وهم مم. دولت اصلا الاثنين في اس بي ان، فالاثنين اصلا بتلاقي اس بي ان هي اللي بتنزل يعني. ففي بليتشر ريبورت برضو، بس هم في الاخر بياخدوا من السورسز دي. بالنسبه للاول ستار سيلكشنز، هو في الايست واخد زيك وفي الويست واخد زي. فانت كنت واخد كايري وميتشل لا بس انت كنت واخد امبيد ويانس وتيتم. هو واخد ايه؟ فواخد دورانت ويانس وتيتم، فهو واخد دورانت ويانس تيتم زي. واخد في الويست ستاف بس مش واخد لوكا. براون، مش واخد جيلين براون. يا ابني بجد، طب ما امبيد نفس الكيس امبيد، ايه ان ماله هو ما لعبش جيمز يا كتير. عم؟ كايري بس نفس يا عم طيب القصه. استهدى بالله. طيب ماشي. بعدين ما هو ما يا ابني علينا. قلنا البوينتس براون هو نفس البوينتس بتاعت كايري. والريباوندز اكتر، هو بيافريج ريباوندز، احسن ريباوندز دي في الكارير بتاعه. ايه ستيلز اكتر، بس معلش. بلوكس اكتر. ايوه اسمع. ايه؟ لا مش ستارتنج فايف. مش ايوه، ايه ستارتنج فايف السبب؟ في الليج. ايوه اديني سبب. مفيش، انا ما بحبوش. طيب انت يعني انت يعني مش محايد ولا انت يعني ده مزاجك كده عادي. لا 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 لا. كده كده احنا عارفين ان كايري ايرفينج ودانوفن ميتشل هم اللي ليهم الاولويه. طيب هتشوف حتى في الفوت. يعني يا رب الكومنت ده قوي. عمر ايمن، شايفين انهي ثنائيه احسن حد دلوقتي في الدوري، براون وتيتم ولا هاردن وامبيد؟ حلوه دي وقول لي والله. بقى ولا كيدي حلوه دي بقى. وكايري؟ طب ما كيدي وكايري برضه كويسين، ما اهو طلعوا اكتر دو بيسكور في التاريخ. تحت خالص اهو اه ابتدوا ينطوا للتالت والتاني وبيلعبوا هو على التوب. ماشي، مين الاول؟ هو مين الاول؟ ماشي بس هو انا اولا هو ما حطش الاثنين دول خالص. حط مين؟ ماشي امبيد حط وهاردن. امبيد وهاردن. لا وحط مين؟ دلوقتي ما فيش فيها يعني، هو تيتم وبراون هم الاحسن. انا شايف ان هم تيتم وبراون دلوقتي لحد دلوقتي احسن اتنين. عشان هاردن مش كونسيستنت وبيتصاب كتير، كادوا وبرضه كايري برضه امبيد برضه بيتصاب كتير. بالظبط كده كده. لو قارنتهم ما بينهم ما بين امبيد وما بين واسمه وهاردن، كده كده دول احسن اتنين. ده من عمر ايمن، فشكرا يا عمر صلاح برضو موجود كل حلقة. هل تتفقوا معايا ان النسخة دي من MVP من اصعب النسخ في التاريخ فعلا؟ عندك دورانت وامبيد ويوكيتش ولوكا والشاف قبل الاصابة وزاين وجيسون تيتم ويانس، وكل دول بيقدموا مستويات تاريخية مع فرقهم. يعني لوكا عمل الاسبوع ده، لوكا عامل اسبوع ابن جزمة. هو وهاردن، والناس بتنسى هاردن بجد. هاردن كان يعني هو الوحيد اللي في التاريخ برضو اللي جاب تريبل دبل ب 60 بوينت. شفت واسمه ايه ده؟ ويعني شوف دلوقتي لوكا على قد اللي هو عامله ده، النمبر 1 في الام في بي ريسز الاسبوع ده يوكيتش. ما هو الاسبوع اللي فات برضه جايب له تريبل دبل ب 50. يعني عمالين بيعلوا على بعض. ايه يا جماعه؟ انت جبت 60، طب جبت 50، طب خد 60. لا السنه دي بجد متعه بجد والله بالنسبه يعني للام في بي. بس الجيم بتاع يوكيتش كان من غير اوفر تايم، فخلي بالك الجيم بتاع لوكا باوفر تايم. لا وهو اللي حطهم في الاوفر تايم. شفت اللي عمله؟ كوره وحشه قوي، هي كانت معفنه، بس انا اللي عجبني قوي اللي بعدها ده يعني خبطت اصلا كده وبتاع. هو اصلا بحس لوكا كده بياخد الموضوع فن كده. هو يعني هو بتحس هو فعلا يعني الباسكت بالنسبه له اللي هو ايه، انا نازل النهارده احط 30، بس يقعد يرخم على الناس وبتاع، يقعد يضحك. بيهزر يعني اللي هو قاعد كده. بس بقول لك ايه، كان في الاوفر تايم كان جايب جاز، ما كانش قادر العظيم. كان خلاص بس هيعمل ايه اكتر من كده؟ لا ما بيطلعش الملعب. هيعمل ايه اكتر من كده بجد؟ يعني ده ممكن كمان سنه او سنتين تلاقيه اللود مانجمنت عليك قوي قوي، اللي هيبتدي يحس بالموضوع. لازم يجيبوا له حد، لازم.
طب انت لحد دلوقتي الام في بي بالنسبه لك مين لو الدنيا زي ما هي دلوقتي؟ يعني انا شايف لوكا بعد اللي عمله الاسبوع ده اتحط خلاص في يعني ممكن بقوا يتحط خامس في دلوقتي. 1 و 2. يعني عشان كده بقول لك، مم. يعني احنا اخر مره اتكلمنا وقلنا الام في بي واتكلمنا عن الموضوع ده، كنت بقول لك جيسون تيتم، مم. لان هو كده كده ايه، الفرقه بتاعته في التوب. مم. كان ساعتها لوكا في ال 13. مم. دلوقتي احنا بنتكلم ان المافز ابتدت تقوم على رجليها اهو تاني وخامس. خلي بالك ما ولا بتقوم ولا يعني هو يعني الفكره. هي بس مشكلتها ان هي ابس اند داونز، اه هو ابس اند الفكره ان داونز كله كل قريب شويه. جدا من بعضه. انت اه الاول لحد يا نهار السابع او ابيض. الثامن. لا السابع ايه ده، لحد العاشر فرق 5 جيمز، لحد العاشر 5 جيمز يا لهوي ده عبط. يعني. ولحد الثامن 4 جيمز، لحد السادس 3 جيمز. يعني فينيكس السادس فرقت 3 جيمز عنها وعن الاول، فاهم؟ فالدنيا قريبه قوي. ف فلا سيزون عشان حلو، كده سيزون عشان كده ممتع. بقول لك هو اه. اسمه ايه ده، لو لوكا فضل في البوزيشن ده وابتدى يحارب كمان يطلع على الاول، مم. والدنيا كمان في الويست ابتدت خلاص بقى كله يفرق عن بعضه، هيبقى في التوب 2. طيب عندنا بعد كده امير بدران داخل بسؤالين. اول واحد طيب تريد تاني ماشي شكله تريد ما هزار امير ده. دخل قبل كده هو اللي قال لنا على اه موضوع تريد. تاريس ماكسي بلس عقد توبايس هاريس مقابل ليبرون جيمس. ليه لا ولا ده ولا ده لا هيرضى اصلا في لا التريد دي. بس هو خالص. بيقول هيك السيكسرز يستفيدوا من برايم امبيد، والليكرز يبنوا فريق جديد حوالين ماكسي وديفيس. ديفيس ماشي. وحسنوا الفريق بصفقات جديدة. انت بتضحك ليه على ديفيز معلش؟ يعني مش يعني بتقال بيلدينج بلوك، فهو بلوك مايلة فاهم، او ده مكسور منها حتة. ماله يا باشا، برج بيزا كنا المائل. لسه بنتكلم من اسبوعين ولا 3 اسابيع ان آه. الليكرز دخلوا ومش عارف ايه ايوه ما اتصاب، عشان خلاص الليكرز الاسبوع هيهبطوا دلوقتي. هيهبطوا ايه اكتر من كده، ده خلاص. ليبرون يا لا عيني بجد صعبان على ليبرون الواحد. بيعاني. اه ليبرون مفيش حاجة تانية يعملها لا هو مفيش حاجه تانية يعملها ومفيش حد تاني يساعده. اه يعني هو فعلا لوحده. بس عامة بجد لو فكرت فيها احسن سيتويشن ليبرون ان هو الارقام اللي هو عايز يجيبها يجيبها. ماشي ما هو كده كده هيجيب الارقام خلاص، هو كده لا كده يعني هيجيب. بدل ما كان هيجيبها في سنتين مثلا، فدلوقتي ممكن يجيبها في سنة عشان هو عمال يافرج في الثلاثينات، فاهم؟ فدي ايوه بس هما بيموتوا الراجل اكتر اه هو ميت. ما هو خلاص بقى يخلص بقى فاهم، يكسر الارقام اللي هو عايزها وخلاص يعني بقى يشوف انا كان نفسي والله، يعني والله كان نفسي والله يجيب تشامبيون شيب تانية، والله كان نفسي. ما هو الفرقة مبنية غلط بس احنا بس ما وجي فيش. ام نيتين وحاجة يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. بس تريد جميلة يا امير. في كومنت تاني هو لسه والله جاي تريد بعد زي كام العسل. واحد نقوله. محمد جودة الاول ستارز المفروض يكونوا كايري وبراون. مرضيش اوه يزعل حد شكرا يا اوه محمد. ليه كده يا اهو ليه كده قلت يا لك. محمد؟ تيتم ودورانت ويانس. شايف ما حدش قال امبيد. اصل امبيد بجد موضوع ان هو بيمس جيمز. انا كنت شفت كده ست ان هو لاعب 400 دقيقة اقل من تيتم ويانس يا لهوي 400 دقيقة 400 أقل؟ دقيقة. ويانس كان مش في ماتشات كتيرة فوتها السنة دي. يانس انا مستغرب اصلا ان هو مفوت كل الماتشات دي. اه الناحية التانية لوكا وجامورانت وليبرون هتلاقيه عشان هو ستيف كاري عشان الإصابة. اه جامورانت وليبرون وزاين ويوكيتش. أنا ملاحظ إن ناس كتيرة زاين عامة. هو زاين كده انت شفت زاين الماتش اللي فات ضد الولفز عمل فيهم ايه؟ 43 بوينت. 43 ولا دانجر راسل غريبة لاعب حلو لاعب لا حلو. شفت ديانجلو راسل طلع بعدها بيقول لك ده بيلعب فوتبول ما بيلعبش باسكت، ما بيلعبش باسكت. ما يلعب يا عم فعلا. اللي يلعبه مش لا فشخ. هو قال الكومنت دي اصلا عشان يقول لك احنا مش لاقيين له حل، اه واحنا ما فيش حد عارف انا يمسكه. بقول لك انا فاكر ماتش فينيكس بجد. كانوا عمالين بيبدلوا على الفرقه كلها. اه لا وهم عندهم ديفندرز جامدين. هو اقوى من كرة السله. بس هو يا رب يعني يا رب يفضل. يكمل يعني اللهم لا حسن. وبصراحة لو ما كانش سابونس وفوكس اول ستارز السنة دي يبقى جماعة الان بي بيهرجوا الصراحة. الصراحه لا دي فيها وجهة نظر الصراحه بجد. يعني اتليست واحد فيهم يعني. اتليست على الاقل سابونس. لا ولا والله ديارين فوكس، والله ديارين فوكس بيلعب حلو قوي السنه دي قوي قوي. بس هو الوست صعب بالذات الجاردز دي. يعني فورورد ممكن يعني برضو. لا بس برضو في فورواردز كتير برضو. دي لا مشكله الوست ان الوست كله ضرب نار. يعني مثلا الناحية التانية انت عندك هاليبرتون مثلا نسبة كبيرة هيخش يستاهل اسيست ليدر وبيافرج 20 بوينتس وبيلعب حلو جدا. فبنسبة كبيرة هيخش. تخيل ده لو كان فلوس ما كانش داخل اصلا. بالظبط. يعني اس ما جي انت الناحيه التانية في مين تاني؟ يعني عندك مثلا دونيفن ميتشل، وعندك عندك يعني خلي جيلين بالك براون، وعندك ليلارد كان اصلا ما بيخش الاولستر جيم كان بيخش اصابات. اي حد يتصاب يخش مكانه عشان من كتر ما الوست دي. الوست باكت قوي بالجاردز. فؤاد عصام ميتشل تيتم كي دي يانس امبيد.
اوكي ده هو حط تيتم تيتم. جارد. لا اصلا ما بتمشيش كده. هو قال ميتشل تيتم. تيتم جارد. اوكي اوكي. وستاف وجاما كانوا عشان مصاب، لوكا، جيمس، زاين، جوكر. هو عامة انت كنت ليبرون بس اللي انت ما كنتش واخده، كنت واخد حد مكانه مش ليبرون فاكر كده مين. كده يعني انا اصلا مش فاكر انت كنت المفروض واخد يخش مين. كده. ايوه مش فاكر انت كنت واخد مين. انت كنت حاطط انثوني ديفيس تقريبا. انا كنت حاطط انثوني ديفيس. كنت قلت انثوني ديفيس. الله يحرقني. بجد والله. ايه اللي انثوني ديفيس؟ ايوه كنت قلت لا انثوني لا ديفيس. لا، ما تهزرش. انا كنت قلت ليبرون لو اصلا. هيلثي ماشي، لو هيلثي. لا ما احنا دلوقتي. هو ما بيقومش، الله يخرب بيته ما بيقومش. كوكو جيمنج مش عايز اقولها بس تيتم او دونتشيتش هيكونوا ام في بي هم لحد ايه دلوقتي. مش عايز تقولها؟ ويوكيتش خلاص. وهو يوكي يعني انا شايف هم ويوكيتش كده بس كده. والله برضه ما هو في برضه ناس تانية يعني ويانس يانس برضه ممكن كويس. تلاقي يانس سخن كده. يانس اصل هو على برضه. فكره من اللي هيخلص السيزون يعني هو كل دلوقتي يعني خلي بالك كل اسبوع واحد بتلاقي كده فتقول ايه ده بعدين تلاقي واحد تاني راح جاي كده. بالظبط بعد الاول ستار بريك كمان هتلاقي ستيف كوري داخل. مم. يعني نعمل ايه بقى؟ اخر سؤال هو السؤال التاني من امير بدران. نوعية اللاعبين مثل بول جورج وجيلن براون مظلومين جدا انهم ممكن يدخلوا على اي منظومة يحسنوا الفريق ومع حدا يعطيهم حلو انت منين يا امير؟ عايزين نعرف انت منين. شكله يا لبناني يا سوري. يعطين حقهم لانهم دايما بظل نجم الفريق الاول الصراحة. يعني بول جورج على طول عمره ما كان هو لا هو بس في انديانا بس هو كان صغير برضو. كانت الفرقة كلها بقى كان بيلعبوا كانت فرقة حلوة. كانت فرقة كانت بتنافس ميامي. فبس بعدها راح مع ويسبروك وبعدها راح مع كواي وجيلن يعني براون برضو دايما يعني دايما لعبه بيجيت اوفر شادود من لعيبه تانية. برضو جيلن براون برضو نفس الكلام مع بس جيلن براون طول عمره في السلتكس مع تيتم بس يعني. بس على طول بيتقال تيتم هو الاجمد ويتاخد اول ستار ويبقى ستارتر وكده. الفريق ده تيتم بالظبط. يعني عندك حق. تعالى بقى نتكلم على الترتيب الفرق. يلا بينا يا لودا. خش يا معلم. ماشي احنا على طول بنتكلم على الايست. خلينا نبتدي بالوست النهارده. يلا بينا والله. الباليكنز الاول كسبانين 4 ستريت. لعبوا ماتشات جامده الاسبوع ده وزاين وسي جي حط 40 بوينت في ماتش الاسبوع ده. يعني سي جي حط 40 بوينت محدش يعرف. بجد والله. ما لا بجد يعني ما هو في كده فاهم يعني زاين بي اوفر شادو اي حد مثلا فاهم. فدنفر التاني كسبانين 8 في اخر 10. ممفيس التالت كسبانين 6 في اخر 10. وكان عندهم كام جيم. كان في جيم الاسبوع ده كان ليهم كام جيم. هم لسه كسبانين روكيتس. كتر حط دانك شفت اللي ده وحط في جزمه جديده لون جديد ظهر له بس مش حلو قوي. الكليبرز السلتكس حط عليهم اخدوا الطرف. لا دي انا شفتها بصراحه. 7-3 اخر 10. فاحنا كليبرز كنا بنتكلم عليهم كان الاسبوع اللي فات مش عارف 11 ولا 12 حاجه كده. دلوقتي نطوا بقى رابع. بنتكلم الوست يعني بجد. هو كل اسبوع بترتيبات مختلفه. مافز كسبانين 5 ستريت. 3 ماتشات عن الاول. ففينيكس كسبانين 4 في اخر 10. هم السادس. كينجز السابع كسبانين 5 اخر 10. بورتلاند الثامن كسبانين 5 برضو. يوتا التاسع. يوتا عامة ابتدوا حبة كده ابتدوا. هل تفتكر هنشوف ليهم اول ستار؟ هنشوف ماركن اول ستار ولا لا؟ لا مش السنة دي. صح؟ هو كان بدأ السيزون كويس قوي بس هو مش يعني مثلا لو سابونس ولا ماركن. لا سابونس وش سابونس جولدن ستيت العاشر كسبوا اخر 3. مينيسوتا 11 خسروا اخر 4. اوكي سي 12 خسروا اخر ماتش. ليكرز لسه 13. ليكرز 13 بجد والله حفاظ على المستوى رهيب ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت شفتنا نزلنا لل 15؟ لا ما اصل مش هينفع تنزل. شفتنا طلعنا ما ينفعش تنزل 15 ال 15 ده يعني عجله كبير قوي ملهاش اي 30 لازمه. يعني فرق 15 ده بعيد قوي. فرق بينكم وبينهم 4 ماتشات والله العظيم. بينكم وبين الروكيتس 4 ماتشات. طب فرق بيننا وبين ال 14 ماتشين. يا نهار اسود. بس يعني on the bright side فرق بينكم وبين ال 11 ماتشين برضه. ال 11 عامل ايه بال 11 برضه؟ ولا هو بلين ولا هو اي نيله. ما زي الزفت. بس علينا. فسبيرز وروكيتس يعني مش هنتكلم عليهم كتير. يعني بس صعبان عليا جريج بوبوفيتش قوي يعني.
هو طلع قال لك هما بيلعبوا لوكا، شفت قال ايه؟ مم. قال لك احنا مش هنقدر نليمتهم، بس احنا التارجت بتاعنا هو يجيب 50 بس. انا بحب فيه ان هو واقعي جدا اه جدا. يعني هو كل ما يتسأل عن السيزون عامل ازاي اقول لكم ايه، هيبقى سيزون معفن خلاص، سيزون نتن. سيزون معفن ان شاء الله مش هنطلع اخير اهو ال 14. مم. احسنت والله يا جريك. طيب تعالى بقى نروح للايست. يعني مش عارف، انا خايف من النتس. سيلتكس الاول، بروكلين التاني. السيلتكس باين اخر 4 ماتشات ابتدوا يفوقوا كده، وابتدى روبرت ويليامز يرجع خلاص. ورجعوا لمستواهم الطبيعي. انا مش يعني عارف هم انت شفت الصوره بتاعت روبرت ويليامز في الدنك ولا لا؟ كان فيه مش فاكر مين، تيتم كان تقريبا بيدنك، روبرت ويليامز طالع وراه في صوره مبسوط قوي، بجد حاجه جميله والله العظيم. المهم ان انت مبسوط يا محمد. لا كان جيلن براون، بص بص اعمل زوم كده ورا. شايف روح الفرقه الجايه. لا هو ماله، لا هو مبسوط بزياده اهو بجد والله. لا وشكله سعيد يعني. جيلن براون اخر 4 ماتشات بيافرج 33. الاربع ماتشات اللي احنا كسبناهم ستريت 33، 5 ريباوندز، 1.2 ستيل، و50% فيلد جول. بجد والله. يخش بقى على كايري ولا لا؟ يا عم استنى بس شويه بس. انت عشان انت بتحب التاني اكتر، فانا بتكلم على دلوقتي. يا دولا كده كايري. بص هو كده عامه لو في الفان فوتنج واي حاجه عامه، يعني اللي هيخش كستورتر مم. هو اللي ارقامه احسن. يعني جيلن براون لا كده هو مالهاش علاقه الأسبوع- بالفان فوتنج اصلا بيبقى. الفان فوتنج والله ما بحسش ان هو يعني هو مؤثر وكل حاجه طبعا، بس هو في حاجات يعني في ساعات لعيبه بتخش ما لهاش اي علاقه بالاول ستار جيم. مم. يعني بتلاقي يعني مثلا في سنين ويجنز الوريورز مثلا. لا بس عندي ويجنز كان عسيزه كويس بس ما يبقاش ستارت. ايوه بالظبط، بس مش ستارتر. اه يعني ما ماشي يتحط على الدكه وكل حاجه وانا معاكم، بس مم. مش في الستارت. يعني في ايوه الستارتنج ما هو ده كان فان فوتنج. اه بس ما ما ده عشان اللي كده بقول لك، مستغربه. عشان كده بقول لك. ما ده أنا مش عارف لو في الفان فوتنج فانت بتتكلم كده كايري ماشي. بس. طيب بروكلين تاني، كسبين 10 ستريت، اطول ويننج ستريك السنه دي 10. وده يقول لك ايه؟ لا هم بيلعبوا فرقه عشان الكوتش مشي فيه عوامل كتير يعني. بيقول لك ايه؟ ايه لا كايري وكيفن دورانت طب ما هو التانيين الاول من اول السيزون. خيال يا طب ابني، ما التانيين خيال اول من اول. خيال. ايوه بس بس في مشاكل كتير قوي حصلت في النتس. ماشي فايه. طيب. ما لو المشاكل دي ما كانتش حصلت ما كان زمانهم هيبقوا اول. لا كان زمان كايري قاعد ليه لو كان المشاكل دي ما حصلتش كان زمانه هيبقى كبر دماغه وقعد. كبر دماغه ويقعد بقى طبعا. يا عم هو دلوقتي الحمد لله ابتدى يلعب باسكت ويفكه بقى من اي حاجه تانية. الحمد لله بطل يطلع يتكلم وبطل يعمل وبطل مش عارف ايه. الحمد لله هو كده، هو كويس، هو لعيب باسكت كويس، يفضل بس كده. البوكس كسبانين خسرانين 4 ستريت. خسروا من السلتكس، خسروا جيم اوفر تايم من اسمه ايه ده، من البولز. من البولز وشوفنا جريسون الين راح في امان الله كده، دي روزن واقف راح زقه. ف لعيب الكومنتيتور يومها قال لك ما هو لو جريسون الين ده اخد بوكس بوكس في وشه هيبطل الكلام ده. انت عارف جريسون الين ده انا ما هو ولا واقف ولا اي حاجه والله. هتشتغل معاه، هو عايز له بوكس في وشه كده والله. فاهم، ياخد له كده. واسمه ايه ده، في برضه ماتش حصل فيه خناقه البيستنز كان البيستنز اه كان مو فاجنر. مو فاجنر دخل واخد. ومو فاجنر كان خلي بالك في ماتش نوك السلتكس اللي هم اللي كانوا كسبوه، مم. كان ال هورفورد اخد ايجكشن، كان برضه مم. اتخانق مع مو فاجنر. فاخت اصلا عامل فولو لاخت ال هورفورد على تويتر، فطلعت قالت لا اصل هي بتشجع السلتكس قوي يعني. لا وانا فاكر برضو السنه اللي فاتت لما يانس حط الدنك على ال هورفورد ده برضو طلعت واتكلمت لا ماشي. فطلعت قالت فكانت بتقول ان مش شايفين ان دي صدفه كده غريبه ان مو فاجنر الاتنين سبب الخناقه دي. فاهم. بس برضو التانية يعني الخناقه، بس انا ما فهمتش البوكس ده نيمه. هو ما اعرفش هو بوكس هو نام بجد ولا انا مش عارف بيمثل ولا إيه. هو اتخبط فقال خلاص ما اعرفش. بس شفت الانونسرز قعدوا يقولوا ايه؟ قعدوا يقولوا بليز دونت ليف يور سيتس عشان خافوا لا يحصل خناقه تانية. يحصل مالس ات بالاس تاني بجد. لا واللي مش عارف حصل اصله خناقه كان في 2004 تقريبا، 2000 مش فاكر، في اول الفينات كده. البيستنز ضد البيسرز ايام رون ارتست كان هناك وكده. كان رون ارتست طلع ضرب في المشجعين. يا جماعه اللي ما يعرفش البتاعه دي ايه اللي حصل، افتح نتفليكس او افتح اي افتح يوتيوب. اي حاجه اكتب يوتيوب، مالس اكتب مالس ات ذا بالاس. بس بجد والله هتستمتعوا
وهتعرفوا قد ايه ان الخناقه دي ضيعت البيسر سنتها. رانر تيست كان داخل ديفensive بلاير اوف ذا يير وبتاع، وممكن ريجي يخش ام في ميلر بي. وريجي ميلر ومعاه ريجي ميلر بطل في بعدها اصلا. ما بعدها بسنه ضيعوا اه بعد ما حصل وجيرمين الكلام ده. اونيل كان اول ايام ما ستار كان اول ستار. اه البتاعه دي الخناقه دي لوحدها ضيعت فرصه للتشامبيونشيب للبيسرز بالظبط. بجد. لا، فعشان كانت كده فرقة بقول لكم جامدة. اتفرجوا على نتفليكس، لان نتفليكس عنده دوكيومنتري عن الموضوع ده كله، بالظبط. بيشرح لكم قد ايه كانت فرقه كويسه. و كليفلاند كانوا متمسكين بالثالث من اول سيزون، بقوا رابع دلوقتي، خسروا 3 ستريت. والله حلو. فيلادلفيا الخامس كسبانين 8 في اخر 10. جميل. انديانا السادس كسبوا اخر ماتشين 5-5 اخر 10 ماتشات. الهيت اهو ابتدوا يفوقوا اهو 7-3 اخر 10 ماتشات. وبام حط 24 و12 ريباوند وبتاع 4 بلوكات بس برضو بام انا حاسه واخد ستيب عن السنه اللي فاتت، يعني ابتدى اوفنسيفلي طبعا. يتحسن احسن. الثامن النكس خسروا اخر 5 ماتشات. كان الاسبوع اللي فات كانوا كسبانين 8 ماتشات ستريت، الاسبوع ده بقوا مخسرين 5 ماتشات، وده اللي قلناه ان هم على طول كده طالع نازل واحنا طالع. برضو جبنا في سيرتهم فرق. على رايك. احنا صحيح انا ما ركزنا. طب بروكلين كسبانين 10 ماتشات. طب ايه ده يا محمد ايه ده يا محمد مش كده. مين تاني عندنا؟ اتلانتا التاسع خسرانين اخر 4 في اخر 10 ماتشات. بولز العاشر 5-5. تورونتو 11. وويزردز 12. اورلاندو 13. شارلوت 14. ولونز لاميلو رجع وممتع يعني صراحة لاميلو. على الاقل الماتشات ما بتبقاش منتنه قوي. وكسبوكوا وليبرون قاعد في الارض، قاعد يبص كده يمين يبص شمال. وانا بعمل ايه هنا؟ وانا بجد بعمل ايه؟ انا كبرت قوي على الكلام ده. وديترويت هو الهايلايت بتاعهم الخناقه، مفيش تاني. بس يعني لو كنا بنتكلم على الويست، فكنا نتكلم من الاول لحد العاشر كان فارق قلنا كام 5 جيمز. الايست بقى قصه تانية. العاشر فرق بينه وبين الاول 10 جيمز، فدبل تقريبا. ففي فرق حاجه تانية خالص. بس الفكره ان الفرق اللي فوق في الايست برضو بقت قويه، يعني اول 5 فرق مثلا جامدين قوي. يعني انت عندك بوسطن، بروكلين، ميلواكي، كليفلاند، فيلادلفيا، كلهم فرق جامده قوي. لا كلهم بيخبطوا مع بعض. في جامرانت الاسبوع ده عمل 17 اسيست، ده كارير هاي ليه. ايه تاني؟ بادي هيلد، شفت الكوره بتاعت بادي هيلد اللي يعني اللي من التبن اخدها شاطه اسرع 3 بوينت تقريبا في تاريخ الان بي. هتلاقي اسرع باسكت اصلا في التاريخ يعني. ممكن والله. والله ما استبعدهاش. هذا بجد تبن كده. تبن هو خدها وهو يعني بيلف كده اهو، مش هيطلع على الوسط. شفتها. فده حاجه حصلت. وقلنا على بوفيتش. هقول لك مين احسن دو في الان بي اي. اوكي حلو ده والله. احنا كنا سألنا ان هو براون وتيتم ولا امبيد ولا امبيد وهاردن، فمين تاني يعني؟ في دوز كتير قوي في الليج عامه دلوقتي. مين تاني؟ يعني عندك دورانت وسابونس، وعندك كيدي وكايري. هو بس المشكله ان جمال ميري دلوقتي يعني مش احسن فورم ليه. بس لو كان كده جمال ميري مثلا ويوكيتش لوحده. يوكيتش اصلا يعني لوحده الفريق بجد والله دبابه ما شاء الله. عندك مين تاني؟ ليبرون وايدي. كنت اقول لكم ليبرون وايدي، بس بجد والله يعني يا جماعه انا مش صعبان عليكم. يعني بجد والله الموضوع صعب. راسل ويزبورغ جاب تريبل دبل الاسبوع ده. ماشي جميل وحلو. كسبنا يعني ولا ما كسبناش؟ اعمل ايه طيب؟ اهلا وسهلا جاب تريبل دبل. هل نحسب زاين وسي جي دو مثلا؟ بحسش والله ان هما الاثنين دول. بس في لعيبه يعني كتيره بتستيب اب مختلفه. يعني انت انجرام لما يرجع هتبقى يا لهوي ده. هو اصلا مصاب عنده ايه؟ هو لعب السيزون ده؟ انا مش ما حسيتش بيه السيزون ده خالص. ما لعبش السيزون ده. هو عنده ايه اصلا؟ انا مش فاكر والله. مش فاكر. انا كل فاكره ان احنا قبل ما نخش السيزون كانت الناس منزله ليه صوره وهو شعره طويل قوي ودقنه طويل قوي ولابس بتاع دي، تحس ان هو زبال. يقول لك ما شاء الله عليه مركز السيزون ده. ما شفتوش لحد دلوقتي بجد ما شفتوش. بس ماشي. ايه احسن دو السنه دي؟ جميل ده والله. ماشي. وتشجع مين لو انت مشجع ليكرز؟ تشجع مين تاني؟ اقترحوا حاجات عدله والنبي يا جماعه، بس يعني ابعدوا عن السيلتكس خالص بجد يعني. الاول
كده نبقى وصلنا لاخر الحلقه. فلو وصلتوا لهنا فنحب نشكركم قوي، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب، ونشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.